الدنيا صرنا نشعل الباصات والقوائم الدورية كله شغب بشغبنا. هذول المتصورين واحد بيقولوا له أبو العبد، أبو محمد، أبو صبحي، كمان في واحد بيقولوا له أبو محمد أخو لأبو محمد. ثورة لحاله، قائد ثورة هيك من بداية من لازم منه ربي يسر إنه شباب. عم قاتل وضارب وبدي أعمل بدي أسوي. بيان شباب تنسيقية اللاذقية. نحن شباب تنسيقية اللاذقية نحيط الإعلام الدولي والعربي والقطري علما بما يلي: سبق لقناة الدنيا أن عرضت تسجيلا مصورا للمدعو غسان أمين سلواية الملقب أبو نظير من اللاذقية، حيث اعترف من خلاله بأنه زعيم عصابة مسلحة وأنه مارس القتل والتخريب مع عصابته ضد أهداف مدنية وعسكرية. ونحن شباب تنسيقية اللاذقية حصلنا على وثائق قطعية تثبت أن المدعو أبو نظير هو شاب مختل عقليا، وهذه تثبت هذا. وقد تم تسريحه من الخدمة العسكرية لهذا السبب. هذا دفتر الخدمة العسكرية لغسان سلواية. تاريخ السوق 26/9/98. تاريخ التسريح 20/7/99. سبب التسريح تسريح صحي. وهذه الوثائق مكونة من الوثيقة الطبية صادرة عن الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون، تم تقديمها إلى القاضي التحقيق الثاني باللاذقية، حيث اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه. والوثيقة الثانية هي دفتر الخدمة العسكرية العائدة للمدعو غسان أمين سلواية، والذي يثبت حكم التسريح بسبب الخلل العقلي المصاب به. وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن رجل الأعمال السوري المعروف أيمن جابر هو زعيم عصابة الشبيحة في اللاذقية، وهو من قام بتزويد المدعو بالأسلحة لإثبات وجود عصابات إجرامية مسلحة. وهكذا وبتوضيح للرأي العام حجم الجريمة الإعلامية التي تمارسها قناة الدنيا عن سابق تصور وتصميم. وشكرا. اللاذقية في 5/7/2011. شباب تنسيقية اللاذقية.